ايه رأيكم حبايبي في الفكرة دي؟ سهلة وبسيطة خالص. دي انا عملتها من علب الدواء الفاضية. طريقة سهلة وبسيطة خالص خالص، تحفة تحفة بجد. تعالوا نشوف عملناها ازاي مع بعض. يلا بينا. في البداية هنا عندي علب علاج دواء زي كده، هستفيد بيها، هعمل الفكرة اللي هعملها معاكم النهاردة. تعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة بالقلم وارسم اللي انا عايزاه زي كده كده، وبالقطر هفرغ دي كده انا عشان ما اطولش عليكم. دي كده بالشكل ده كده، انا فرغتهم بالقطر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هنا معايا كتاب سميك شويه، قصيت الورق بالطريقه دي. هنا معايا طلاء ابيض، ودي مناديل مطبخ. هبدأ لصق المناديل في الكتاب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هغلف الكتاب كويس كده. بعد ما خلصتها سيبها تنشف. هجيب العلب الدواء دي، الصقها بالشمع كده. بالشكل ده، طريقة سهلة وبسيطة خالص. هعمل الباقي كله بالطريقة دي. بعد ما خلصتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هبدأ ألصقهم بالشمع هنا في النص الكبيرة. جنبها هنا دي، ودي هنا اللي انتوا شايفينه ده. اما الاتنين الصغيرين خالص عملت لهم بالشكل ده، هلصقهم هنا كده اهو. لصقتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا جبت البياض البلاستيك ده طبعا، وهمشي عليهم كلهم بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي كده. كده انا خلصتها، سيبها لما تنشف خالص ونشوف هنعمل ايه تاني. كده بعد ما نشفت، بعد كده جبت ورق ألمونيوم كده. كده بالشكل ده كده بالشمع، ألصقها كده بالطريقة دي، واديتها لون. وكمان عملت كم دايرة زي كده. انا جبت طبق بيض،
لو انتوا بالشكل ده اللون اللي انتوا حابين تعملوه، خليته لغاية ما ينشف. وبعد كده انا هبدأ اقص حتت صغيرة كده، عشوائي طبعا كده اهي. كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ هنا بالغرة او بالشمع الموجود معاكي، وهبدأ عشوائي كده نقطة بسيطة خالص من الشمع. لو غرة تدهنيها كلها وتلصق على طول كده من غير ترتيب ولا اي حاجة، ده عشوائي كده. بعد ما خلصتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هنلصق بالشمع البيبان اللي انا عملتها دي كده. كده بعد كده هنا معايا قلم الوان اسود، هعمل بالشكل ده. ده ورق انا عامله فاه على عصايه الشيش، عملته معاكم قبل كده، قصيته حتت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، قصيته بالشكل ده وهديله لون كده. هبدأ هنا بالشمع كده، بسيب مسافة كده. بعد ما خلصتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هنا غيره ابيض هدهن كده الارضيه كلها. هنا دي مرتبه كانت معايا، حطيت عليها اللون الاخضر وقطعتها بالشكل ده اهي، وافضل اوزعها بالشكل ده كده. بعد ما خلصتها الشكل اللي انتوا شايفينه ده، الجزء ده انا هديه لون كده. كده بعد ما خلصته بالشكل ده، معاكي اي وردة كده ولا اي حاجة زيني بيها كده كده.
طريقة سهلة وبسيطة خالص، عملت تحفة فنية بأمانة، حلوة خالص. ايه رأيكم؟ اهي